إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. حوار العقل. حكمة الله أحكمت كل أمر فاستمرت للروحها الحكام. حوار العقل برنامج يعده ويقدمه أحمد عبد الظاهر. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم معنا في هذا اللقاء الذي يسرنا أن يكون معنا فيه الأستاذ الدكتور محمد داود، أستاذ الدراسات الإسلامية واللغوية بجامعة قناة السويس. أهلا وسهلا ومرحبا دكتور محمد. أهلا ومرحبا دكتور محمد، ونحن نتحدث عن دلائل نبوة رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم. تعرضتم في حلقتنا الماضية لإحدى هذه الدلائل، وهي التأييد بالمعجزة، وبينتم أن المعجزات إما أن تكون حسية وإما أن تكون معنوية. هنا قد يقول قائل إن بعض النبوءات التي تنبأ بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يمكن أن تكون مجرد اجتهاد عقلي، لأنها أشياء ستحدث في المدى القريب، وهو استيعاب لما يحيط به مثلا في الجزيرة من أحداث، فيتنبأ بما سيحدث قريبا. هذا الكلام قاله بعض الماديين، قالوه بالفعل يعني. وهنا ينبغي أن نرد عليهم أن النبوءات تمتد زمنا حتى تبلغ عشرات القرون. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد ورحمة الله للعالمين، وبعد. فيا أخي الكريم، النبوءات إنما هي من دلائل النبوة وصدق الأنبياء، بأن الله قد أرسلهم وأرسل معهم ما يصلح الناس ويأخذ بهم إلى طريق الهداية، إلى مرضاة الله سبحانه. نحن دائما نهتم بالبيان والتبيين، نخاطب بلغة العقل كل الناس. أولا، ما معنى النبوءة؟ النبوءة هي إخبار النبي صلى الله عليه وسلم عما يقع قبل أن يقع. إخبار النبي صلى الله عليه وسلم عما يقع قبل أن يقع. والفرق بين النبوءة والتوقع كما يحدث الآن مثلا في الأرصاد. التوقع العلمي وأصبح صادقا، تطير به الطائرة وتسير به السفن إلى آخر ذلك. التوقع مرتبط بالأسباب، يعني أسباب تؤدي إلى نتائج، فهي قراءة لما يترتب على هذه الأسباب، مثل التوقعات الاقتصادية، مش عارف إلى للبورصات، آخره. وهذا شيء طيب تقوم به العقول. لكن النبوءة تكون إخبارا من الخالق، وتكون حتى لو كانت النبوءة ضد الأسباب. يعني قراءة الأسباب لا تؤدي إلى ذلك. أضرب لذلك مثلا من نبوءات النبي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. نبوءات النبي أولا يعني قرابة 200. جميل. يعني نبوءات كثيرة ومتعددة، وصنفها العلماء في دراسات متخصصة. نبوءات تحققت في عهده صلى الله عليه وسلم، نبوءات تحققت في عصر الصحابة والتابعين، نبوءات تتحقق في عصرنا الذي نعيشه، وسوف نبين ذلك ونبوءات ستتحقق في نهاية العالم، في نهاية الكون، كعلامات للساعة. نعم. لكن موضع الشاهد هنا في الكلام على أن النبوءة تكون إخبارا من الخالق، ليس قراءة للأسباب، وقد تأتي عكس ما تؤدي إليه الأسباب وقراءة الأسباب. أقول لك مثلا في بدر ميزان القوة وقراءة القوة والأسباب مع كفار قريش، كانت تؤدي
إلى أن الغلبة وأن النصر وأن العاقبة لمن؟ لكفار قريش، لكفار 3 قريش. أضعاف العدد 3 أضعاف العدد وعدد مدرب وعتاد أضعاف مضاعفة. كل الامتيازات كانت تملكها قريش في جيشها وعتادها. نعم. مع هؤلاء العزل الذين لا يملكون، أكثرهم لا يملك خبرة ولا يملك عتادا ولا يملك، وهم قلة مستضعفة. حتى القرآن وصفهم بذلك: وأنتم أذلة. نعم. فهنا الأسباب لا تؤدي إلى هذه النتيجة التي تنبأ بها رسول الله من عند الله. وهذا ما ورد من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ورد بدرا أومأ بيده، أي أشار بيده إلى الأرض وقال: هذا مصرع فلان وهذا مصرع فلان، كما أخرج الإمام مسلم في صحيحه. وكل ما أشار إليه وتنبأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم تحقق، مع أن ميزان القوى بحكم الأسباب ومنطق العقل كان يؤدي عكس هذه النبوة. نعم. إذا النبوءة إخبار من الخالق بأمور فوق العقل، بأمور فوق الأسباب. وهذا هو الفرق بين النبوءة وبين التوقع، بين النبوءة وبين قراءة الأحداث والأسباب والاجتهاد ونحو ذلك. نعم. وإذا سرنا مع نبوءات النبي صلى الله عليه وسلم نجد أن هذه النبوءات إنما هي بمثابة تنبيه للمؤمن كي يظل في كفة الخير وأهله، كي يظل في مرضاة الله سبحانه وتعالى، كي لا يتأثر بهذه المفاجآت التي تحدث، أو بغلبة الباطل أحيانا، أو بعلو الباطل أحيانا، بل إنه يكون حريصا على مرضاة الله عز وجل، وألا يهتز أمام المفاجآت، وأن يكون منه الثبات. نعم، النبوءة إنما تهيئ المؤمن لاستقبال الأحداث واستقبال المفاجآت واستقبال الكوارث حتى التي تكون خطيرة على المجتمع، حتى لا يهتز ويكون هي نوع من البشريات بالنسبة له. هذا جانب. أما جانب آخر فهي بشريات. يعني هناك نبوءات تحذيرية وهنالك نبوءات فيها البشرى للمؤمن، وفيها البشرى للذي يلتزم بهدي الله ويستجيب لآيات الله سبحانه وتعالى ويتأسى بسنة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث موصول في بيان سلسلة من هذه النبوءات حتى نقف على دلائل النبوة التي أيد الله بها نبينا الهادي صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيكم. إخوة الإيمان والإسلام، في ختام حلقتنا هذه نتقدم بالشكر للأستاذ الدكتور محمد داود، الأستاذ بجامعة قناة السويس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حوار العقل، برنامج يعده ويقدمه أحمد عبد الظاهر.